السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة صينية أجنحة بالبطاطس، عشان طبعا عارفين الأسعار غالية وكل حاجة غلت. أكلة على قد الإيد وفيها صوص تحفة. عملنا النهاردة صينية أجنحة بالبطاطس، أكلة بسيطة مش متكلفة قوي بس جميلة وحلوة. ممكن تاكليها بعيش أو بالرز. ما شاء الله. بص يا حبيبي، مش محمرة وشها قوي، ده لونها ذهبي عشان دي أجنحة. مش عايزة أقرص عليها في التحمير قوي عشان ما تنشفش. وشوفوا اللون الذهبي بس عشان التصوير مش مبينها قوي، بس جميلة اهي. شفتوا؟ بسم الله ما شاء الله، لونها جميل. وجبة متكاملة ان شاء الله تنال اعجابكم. بألف هنا وصحة. عشان طبعا حتى الأجنحة والله يا جماعة بقت غالية، كل حاجة بقت غالية، فقلنا أكلة اقتصادية على قد الإيه هتعدي اليوم. هنخش في المكونات: بصل، بطاطس، طماطم، 2 فصين 2 بس توم، فلفل حلقات اهي هتخرطها حلقات. ده أجنحة. بصوا أنا شايل الحتة دي منها، أنا حبيت أوريها لكم بس عشان دي مبتبقاش حلوة ومش مش كويسة، مفيهاش لحمة كمان، فاحنا بنشيلها بنستغنى عنها يعني، فانا حبيت اوريها لكم. التوابل بقى: ملح، توابل فراخ، توم بودرة، بصل بودرة، فلفل اسود، بابريكا، كزبرة ناعمة، كمون، ورق لورا. ونخش نجيب بقى بولة كده ونبتدي خطوة خطوة. هنحط البصل الحلقات دي، بس انا مش عايزاه كده، انا هفصصه من بعضه. عايزاه ايه الحلقات تطلع من بعضها، مش هسيبه كده ايه حتة واحدة اهو كده. فصصه واحدة واحدة. وهنزل بالطماطم، وطبعا شلت الفصين التوم مش هحطهم دلوقتي، هسركنهم على جنب. وهنزل بالفلفل، وهنزل بالتوابل كلها اللي عندي، واشيل ورق اللورا مش هحطه دلوقتي برضو. وهقلب بقى التوابل طبعا بالخضار. ايوه، بصل وفلفل وطماطم، خضار، نقلبهم مع بعض كده. طبعا انا يا جماعه اللي عاوز يلبس، طبعا انا في البيت بعمل اكلي، فانا ما بلبسش جوانتي. اي واحده في بيتها لو حابه تلبس تلبس، بس انا عن نفسي ما بحسش بطعم الاكل لما بعمله بايدي. كل واحد وحر، فانا ده اكل بيتي فبعمله بايدي عادي. نخرط الفصين الثوم اهوت، خرطتهم ناعم كده على قد ما اقدر، واقلبهم طبعا اهو كده. وهجيب بقى صينيه، طبعا لو حاجه عندك صينيه نضيفه وركناها لازم تتشطف، لازم. شطفتها كده. وهرص بقى ايه البطاطس الحلال. ما بكترش، ما بمنيش انا الصينيه يا جماعه بطاطس، عشان يبقى تشرب من الخضار، تشرب من الصوص، فايه طبقه واحده بس كفايه. مش بملاها بطاطس، هي طبقه واحده كفايه، حلوه قوي. اهو رص كده البطاطس في راح بعض كده. طبعا البطاطس بتحب الملح، فانا هديها رشه ملح. انا حاطه في الخضار ملح، بس انا البطاطس محلهاش ملح. رشه ملح، رشه فلفل اسود، بس بستكفي كده على البطاطس. وهنزل بالخضار بقى. مش لازم نرصه كده، وانا يعني في الاول رصيته كده وبعدين نزلت ببقيه الخضار على طول، مش هيحصل حاجه يعني. واحده واحده كده.
فطبعا اهو نزلت بالخضار كده. طبعا هحط نص كمية الخضار ونصها تاني فوق الأجنحة. اهو الأجنحة اهو هرصها طبعا. طبعا بقى التوابل دي كمان هتنزل على البطاطس تديها طعم جميل، واحط كمان الخضار فوق الأجنحة تديها طعم جميل، يعني كله هيشرب من ايه، من التتبيلة برضو. مهم. نوزع بقى بقية الخضار كده فوق الأجنحة. طبعا حطينا الورق اللوري اللي احنا كنا ايه شايلينه على جنب، ونوزع بقى كده. طبعا بقى البولة فيها توابل، فبقية الحاجة فنعمل بقى ايه، البولة فيها توابل وكده، ربع كوباية مية او نص كوباية، هي ربع كوباية. ونقلب بقى البولة كده بالتوابل اللي فيها اهو. شفتوا التوابل في البولة ازاي، ننزل بقى كده ايه ربع كوباية مية بس، بحيث ان انا اساعد صينية البطاطس بالاجنحة يعني تبدأ تغلي او تنزل الصوص اللي فيها، وهي طبعا ما فيهاش مية هتطلعش حاجة، فشوية مية كده عشان البطاطس ما تتلهفش في الاول. قلت لها ربع كوباية بس. اهو معلقتين اتنين سمنة طبعا عشان يديها طعم. ايوه هتقولي الاجنحة فيها دهن وهتنزل، بس مش قوي، وانا لا بديها ايه بطعمها. معلقة سمنة كبير او معلقتين، انا حطيت لها ايه معلقتين سمنة كبير اهو. وبحطها على البوتاجاز شوية، وبعدين احطها في فرن البوتاجاز من فوق ومن تحت. مبحمرش وشها عن كده يا جماعة، عشان الخضار لو انا حمرته هيتلهف ويسود من فوق، فلا لونها ذهبي وبدأت تحمر اهي، والخضار احمر شوية برضو. فانا ايه مش لو انا يعني ايه ادت النار حمرتها من الوش جامد، الخضار هينشف وهيسمر ويسود. لا كده حلو، كده الوسط، ولا نشفتها ولا سبتها بيضة اهي. شفتوا بقى، طلع بقى دلوقتي اهو. شفتي الجناح بقى، وعايزه اوريكم الصوص. البطاطس اهي، البصل، والخضار طبعا. الأجنحة دي ممكن تعملي بها مليون وصفة، ان شاء الله نعمل كل الوصفات بيها، طبعا في ظل ايه ارتفاع الأسعار، وبألف هنا وشفا.